إنه السجن الأخطر والأسوأ والأخبث على كوكب الأرض كله، سجن بلا أبواب ولا أسوار، ولم يستطيع بشر الخروج منه. هو أكبر سجن في العالم كله، وسجن تحت الأرض. بنى السجن الذي ستظن إن الشيطان هو اللي بناه، فشيد أسوأ سجون البشرية منذ فجر التاريخ، ويقع في واحدة من أشهر الدول العربية وباقي حتى يومنا هذا. سجن فيه أكتر من 2 مليون سجين عبر التاريخ، ولم يخرج منه أحد حي، ولم يخرج منه أحد ميت، ولا حتى جثة هامدة. فمن ماتوا بالداخل دفنهم السجناء بالداخل. تخيل يا صديقي إنك تعيش في سجن تحت الأرض بلا أبواب وبلا حراس، ووسط مئات آلاف الجثث. إنه أسوأ سجون البشرية، سجن قارة بالمغرب. وخلاصة الحكاية، ولكن قبل ما نبدأ حكايتنا، لو انت لسه ما اشتركتش في القناة انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل فيديوهاتنا، وصلي على النبي في قلبك. ويلا بينا نخش على خلاصة الحكاية. في قلب مدينة مكناس بالمغرب يقع سجن إبليس الذي بني أكثر من 300 عام تحت الأرض، بمساحة خيالية تتجاوز حدود العقل نهائيا، حيث أن سجن قارة الذي اتبنى تحت المدينة يعادل مساحته مساحة مدينة مكناس بأكملها. فهل تتخيل أن المدينة كلها مبنية فوق السجن؟ إن السجن يبقى مبني على مساحة مدينة كاملة فوق الأرض، وهو السجن يبقى تحت الأرض على مساحة المدينة كلها. شيء عجيب ومفزع، أو بالأحرى مقابر باقية لمساجين ماتوا من مئات السنين. السجن كان بيحتوي على متاهة اسمها متاهة الرعب أو متاهة إبليس. ففي القرن ال17 الميلادي أمر السلطان المولي إسماعيل ببناء أكبر سجن في العالم كله، خارجين على القانون أو المعارضين لحكمه. ويعود سبب تسميته بسجن قارة حسب كلام بعض المؤرخين إلى اسم سجين برتغالي كان مسجون في سجون المغرب، وكان عبقريا عارفا بقواعد الهندسة المعقدة للبناء. وكل إليه السلطان إسماعيل بناء أضخم سجن في العالم، شرط أن يكون السجن يستحيل منه الهرب إطلاقا، أن يكون ضخم جدا بشكل يتجاوز حدود العقل، يسع إلى أكثر من 60,000 سجين، أن لا يكلفه تشغيل السجن شيئا من حراس وسجانون، ليقوم السجين قارة ببناء سجنه الذي لا يتخيله بشر ولا شياطين ولا جان. سجن بمتاهة ضخمة جدا تحت الأرض، متاهة يستحيل للإنسان أن يخرج منها إطلاقا. شوارع متقاطعة في شوارع، حتى إن شوارع السجن تحت الأرض أكثر تعقيدا من شوارع المدينة فوق الأرض، وأكثر منها بمئات المرات. طيب هنا هتسأل وتقول لي يا محمد، هنا هيجيبوا الطعام للسجناء ازاي؟ هقول لك دلوقتي. كيف قاموا اصلا بادخال السجناء الى السجن؟ لم ينسى الشيطان البرتغالي قرر هذا الامر، حفر حفرة وثبتها بحديد وفولاذ وغطاء حديدي حتى تثبت ولا تنهار. كان يتم القاء السجناء منها والطعام والشراب، بل ان السلطان اسماعيل فعل شيء اكثر جنون، قد بنى ممر سريا في السجن. هذا الممر ممر هروب يقود السجناء إلى الخارج دون المرور بمتاهات أو ممرات، ولكن على مدار قرون لم يعثر أحد على هذا الممر. فهل أنت متخيل رعب هذا السجن؟ إن السلطان يعمل لك ممر سري للهروب عشان تخرج منه وتهرب،
وما تعرفش اساسا الممر دون مكانه فين. لم يخرج منه اي انسان حيا او حتى ميتا. يكون السجن الوحيد في تاريخ البشرية الذي يدخله البشر ولا يخرجون منه الى الابد. لذلك حامت الاساطير المرعبة حول هذا السجن اللي بتمشي فوقيه على طول مدينة مكناس باكملها. هو مقبرة جماعية لمليون سجين ماتوا تحت الارض، مما جعل الأساطير تحوم حوله حول وجود أشباح وأرواح وتحوم في السجن تحت الأرض. تسعينيات راح فريق فرنسي من المستكشفين والباحثين بكامل عتادهم وأدواتهم وكل سبل التكنولوجيا لاستكشاف السجن ودخول التاريخ كأول بشر يدخلون ويخرجون من السجن. مضى الأيام والأيام والشهور واختفى الفريق تماما داخل السجن. لم تتدخل السلطات المغربية أو تجرؤ حتى على شن حملات لاختفاء الفريق الفرنسي. ولا أحد يعلم حجم هذا السجن الحقيقي، ولا أحد يعلم كيف يعود ويخرج منه. لتقوم الحكومة بغلق السجن بجدار أسمنت وطرق قاعة صغيرة واحدة للسياح. يكون السجن اسم على مسمى: سجن إبليس، أو سجن يوم القيامة، أو سجن السجين قارة. فالداخل إليه مفقود والخارج منه مولود، ولكن لم يخرج منه أحد أبدا. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة عن أخطر السجون وأخطر سجن في المغرب، وسجن قارة أو سجن الشيطان زي ما بيقولوا. لو انت بقى لسه مشتركتش في القناة، انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. تحياتي ليكم، حكايات محمد.